هنشتغل مع بعض بإذن الله في كورس الإدارة الآمنة وتقييم المخاطر. اتكلمنا قبل كده عن مفهوم الإدارة. جايين النهاردة نتكلم عن كورس إدارة الإدارة الآمنة وتقييم المخاطر. واتكلمنا قبل كده عن إيه مفهوم الإدارة. احنا اتكلمنا قبل كده عن مفهوم إدارة الأمان، وكمان اتكلمنا عن ليه احنا محتاجين نطبق إدارة الأمان أو إدارة المخاطر الاستباقية كإجراء وقائي لمنع وقوع الحوادث أو الحد من وقوع الحوادث والأمراض. اتكلمنا وهنتكلم عن الباب التاني الريسك اسسمنت. هنتكلم عن الباب التاني او اتكلمنا عليه الريسك اسسمنت، تقييم المخاطر. تقييم المخاطر هذه عملية من عمليات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة، وإن هذه عملية بتشمل عدة إجراءات أو 5 عناصر. الريسك اسسمنت بيتكون من 5 عناصر. العنصر رقم 1، قلنا هذه العملية تشمل عدة إجراءات أو 5 عناصر. ريسك اسسمنت بيتكون من 5 عناصر. العنصر رقم 1، تحديد وتعريف الأخطار اللي هو الخطر. العنصر رقم 2،